عايزه تغيري وتجددي في اكلاتك وتغيري في طعم الاكل بتاعك، هي نفس المكونات بس هنغير الطعم بتاع الاكل بتاعنا ونعملها بطريقه جدا. اللي مجربش الورق العنب باللحمه او بنعمل ورق العنب باللحمه او طاجن ورق العنب باللحمه بالطريقه دي فهو فايته كتير كتير كتير، طعمها بجد رهيب. هنعمل فيها حركه جديده او افتكاسيه جديده كده هتدي طعم الورق العنب. يلا بينا نشوف الجمال ده عملناه ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه هي معانا اللحمه بتاعتنا، لحمه بقري لحمه ضاني زي ما تحبي اللحمه اللي انت عايز تستخدميها. هنقطعها كده شرايح رفيعه كانك لحمه شوي. ليه بقى؟ عشان خاطر تستوى معايا بسهوله، ما تبقاش يعني سوى الرز ما يستواش مني الرز بسرعه جدا واللحمه نيه. فهنقطع كميه اللحمه بتاعتي كلها لحمه شرايح. دي اول حاجه. تاني حاجه يا ريت تكون اللحمه ملبسه، يعني تكون اللحمه فيها نسبه من الدهون مع لحمه حمراء، عشان نسبه الدهون ديت او اللحمه الملبسه فبتدي طعم حلو قوي، وبتدي الورق العنب كده يعني مع اللحمه فبتديها طعم مختلف جدا ولذيذ. بس كده انا قطعت الكميه اللي معايا كلها، وبعد كده هعمل الحركه التانيه او الافتكاسيه التانيه الاساسيه اللي ادت طعم مختلف جدا للورق العنب. هجيب معلقه سمنه بلدي في طاسه وانزل اول ما السمنه تسخن انزل باللحمه بتاعتي على طول، اديها صدمه واديها رشه فلفل اسمر، وبعد كده اقلبها الاتجاه التاني لما اديها برده صدمه تانيه. وده اساسي في الورق العنب او عموما لو حطينا فراخ او حطينا اي حاجه من المواد اللحوميات يعني اللحوم، على اساس ان هي بتديها صدمه فما بتنزلش منها اي حاجه على الورق العنب او المحشي او اي حاجه حطيناها معاه، تدي طعم مختلف جدا للطاجن اللي انا هعمله. بس كده هنزل بقى شرايح بصل، شرايح طماطم، شرايح فلفل، اللي عايز يحط شرايح ليمون يزود المزازه بتاعته زي ما يحب يحط معاها، عايز يحط ورق نعناع زي ما تحبي حطي الارضيه بتاعتك. بعد كده انا كنت مجهزه الورق العنب لفافه، هحط الطبقه الاولى كلها ورق عنب، هرص البرام الطبقه الاولى كلها ورق عنب معايا. بعد كده هنزل باللحمه بتاعتي، هروح جايه برده رصاها، وزي ما انا قلنا اللحمه شرايح ترنشات شرايح علشان خاطر تستوي معانا بسهوله. هنلف معانا برضو نحط الطبقه الاولى، بعد كده هننزل برصه ورق عنب تانية نلف عليها، ونكون في الوقت دوت مجهزين معانا الشوربه بتاعتنا بتسخن ومسخنين الفرن على حراره عاليه، يعني مجهزين الحاجه معانا كلها تمام كده. هننزل بالشوربه بتاعتنا على الورق العنب ونعمل في مسافه، نحط مسافه يعني نسيب مسافه على اساس ان الورق العنب لما يزيد معانا ما يطلعش بره البرام، ونحط الشوربه بتاعتنا يا دوبك نغطيها كده. كان عندي نسبه دهن حطيتها كمان فوق على الوش على اساس بقى لما تسخن معانا كده بقى ويستوى معانا فنسبه الدهون دي هتنزل على الورق العنب، وكده كده دي دهون صحيه يعني مفيش اي قلق منها. دخلتها الفرن ولما اتشربت طلعتها وحطيت عليها ورق زبده وبعد كده ورق حراري، ودخلتها بقى الفرن على نار متوسطه لما بقى تاخد وتدي مع نفسها كده، واستوى معايا وبقى دايب دوب خالص كده. انا طلعت معايا البرام معايا، شايفين الجمال بتاعه. كمان نسيت اقول ان انا مكان السمنه اللي انا اديت فيها صدمه للحمه نزلتها كمان حطيتها على وش البرام قبل ما يخش السوا بتاعه. شايفين الجمال بتاعه؟ حاجه فوق الخيال بجد رهيب. بس كده قلبيه بقى وقدميه بالف هنا وصحه. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير، وقولوا لي ايه رايكم في وصفتنا الجميله ديت، ايه رايكم في خطوه ان انا ادي الاول صدمه للحوم او الفراخ قبل ما انا ابتدي احطها مع المحشي بتاعي في الفرن. وقولوا لي ايه رايكم في الطريقه ديت، بجد اختلفت جدا في طعم البريم معانا وطعم الورق العنب وطعم اللحمه ذات نفسها. المهم لما احنا ندخل الورق العنب نعمل حسابنا في وقت قبليها عشان ندخله ياخد وقته براحته خالص على نار متوسطه لما يستوى خالص ويبقى دايب دوب كده، يعني يدوب كله مع بعضه. شايفين الجمال؟ اسهل واطعم والذ طريقه بجد للورق العنب باللحمه في الفرن بالطريقه ديت. جربيها وقولي ايه رايكم في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. شايفين اللحمه دايبه ازاي ومستويه ازاي؟ بجد رهيبه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.